عشاق المنتخب العراقي الجميل، عشاق المنتخب العراقي، عشاق الأسود الرافدين. المنتخب العراقي هو اللي لعب، هو اللي تعب، هو اللي يستحق الكاس، بس الامارات باي شانس يعني. واحد من الجمهور ينزل يقعد يفتر بالملعب يضيع وقت، لعاب الاماراتيين يطلعون الكره برا. ليش؟ والله حرام، اللعبه كلها حلوه الا التخريب هذا ما حد يرضى عليه. والله 20 دقيقة العراق لعبوا عدل، العراق ما قصروا، لكن التخريب هذا حرام. حرام ينهي المباراه قبل بدقيقه. ليش ما اعطانا وقت اضافي؟ ليش يضيعون بالمباراه وما يعطون وقت اضافي؟ ليش؟ مو حرام، مو حرام. اكيد منتظرين الفرحه، اكيد كنا منتظرين الفرحه، احنا بحاجه للفرحه. اسالك في ذمتك، نزلوا جمهور صوت زمن ما نزلوا؟ جمهور نزلوا الساعه وما نزلوا، والاضافي دقيقه 29 نهي، والاضافي وش 29 نهى المباراة، الجمهور الاماراتي نزل للملعب. حبيبي الفريق لعب كل الزين، احلى لعبه ولعبه احسن من الامارات بهوايه، بس الحكم كان عنده هواي قرارات غلط. وش أخطأ الحكم فيها؟ بالعكس من أفضل لا والله ما سيطر على المباراه طلعت من ايده. والله كان المنتخب العراقي أفضل، كان المنتخب العراقي أجمل، كان المنتخب العراقي بقمة عطائه، ولكن المنتخب العراقي أضاع أكثر من فرصة محققة، أضاع أكثر من إنجاز محقق. شكرا على زمن البكاء ومواسم السهر الطويل، شكرا على الفرح الجميل، شكرا على هذه الخسارة لأنها خسارة بطعم الشرف. ومن هذه هي كرة القدم، أحيانا تفرحك عزيزي المشاهد وأحيانا أخرى تجعلك حزين، تفاجئك دوما بتقلباتها المجنونة، تسعدك للحظات ويصيبك الإحباط في لحظات أخرى. مجنون كرة القدم شوق إثار. إن كان حبي للعراق جريمة فاعتبروني أول مجرم.